اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى ان شاء الله كده فيديو جديد. ده يوم من ايام العيد كده عندنا. بصراحه بقى انا عملت كوارع بالبصله وحطيتها كده في الطاجن زي ما انتم كده شايفين، وحطيتها في الفرن تتشمع بس تاخد وش كده وخلاص. طبعا ما صورتلكوش الجزء الاولاني ليه، لان انا عندي بيقطع من الساعه 3 للساعه 5 فدي مشكله بالنسبه لي بجد والله، يعني حاجه صعبه قوي. يعني اكيد كلكم كده، يعني كل اللي في مصر عارف الموضوع ده. ما علينا، المهم طبعا هنا انا بقى كده حطيت الكوارع في الطاجن واحطها بقى خلاص يعني تاخد تشميعه كده في الفرن. تمام كده. هنا بقى كان باقي الكوارع حطيتها في الصلصه دي محمره ثوم بكزبره وعليه خل، وحطيت عليها خل كمان، ونزلت بالطماطم المضروبه في الخلاط. حطيت كمان معلقه صلصه وواحده مرقه لحمه كده، وبهارات بتاعتك كده يعني تدلعيها. تمام. هنا بقى هقلب كل الكلام ده ببعضه واخليه يغلي غلوه. هو استوت خلاص، بس انا بس هخليها تشرب بس كده من الصلصه. خلي الكوارع تشرب من الصلصه، هتبقى طعمها تحفه. لكن تاكلوها مسلوقه كده بصراحه بتبقى صعبه قوي. كنت الاول بعملها مسلوقه بس بصراحه كده احسن كتير يعني. طبعا انا كده خلاص خلصتها، هسيبها شويه تغلي على النار، يعني حاجات بسيطه كده وكده خلاص. هحطها بقى في الطاجن واحطها برضو تاخد وش في الفرن. تمام كده، مفيش اي مشكله اهو. وسلقت بقى رز عادي، الرز بتاعك عادي اللي انت. في ناس بتعمل الفته بالرز بالشعريه، معرفش يعني. بصوا يا جماعه، كل واحد على حسب ما اتعود، كل واحد على ما شاف في بيت اهله يعني. تمام. انا بصراحه في بيت اهلي كنا بنعمله رز ابيض، ده بتاع الفته، وتقريبا كل الناس بتعمل كده. شفت الناس بتعمل رز بالشعريه فاستغربت. ما علينا. بصوا هنا كده خلاص خلصت الكوارع، هحطها في الفرن. وعايزه اقول لكم كنت مقليه خالص الدهن، يعني الزيت او السمنه اللي انتوا بتستعمليهم، قللي الحاجات دي خالص على قد ما تقدري. عايزه اقول لك الحاجات الدسمه دي بتتعب جدا. الكوارع تقيله برضو على فكره، بس احنا كل فين وفين لما بناكلوها، يعني كل سنه مره عشان عيد بس مش اكتر. لكن اصلا ما علينا بقى. المهم هنا كنت كسرت عيش، ممكن تحمريه على فكرة ممكن تحمريه في الفرن، سواء اصلا هو مقمر، انا جايباه مقمر. وهنا كنت سخنت الشوربة بتاعت الكوارع وحطيت عليه، وحطيت معلقتين خل وثوم، قلبتهم، وبعد كده هبدأ انزل الرز عليه. عايزه اقول لكم الفكرة كانت تحفة. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا معدتي تعباني كذا يوم من قبل العيد كمان تقريبا، واخده برد. اسمع مني بقى سعيد، اسمع مني الله يرضى مش عليك. قادره يعني، باكل اصلا بالعافيه يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الصبح كده قلت نطلع بقى نقعد نشرب الدكاتره قهوتنا تفتح عليه دلوقتي، في استقبال بس في المستشفى. معايا. قلت بس عشان ننام وسمع بعد ربع يوم الكلام، العيد مش ان شاء هننام الله وناكل. اروح اكشف اعرف عايزه سعيد سبب احنا الوضع. مش بستحمل الاكل اصبر يعني، بس فاهمين سعيد الله قصدي؟ يرضى عليك. يعني اكل لقمتين كده وخلاص، مش بستحمل ان انا انا الصراحه اكل. اصلا مش يعني موضوع باكل بحر، انا لقمتين كده عايزه اروح بس عشان كافيه. انا من اللي هو وانا لحمتي ما هناك كنت يقعش كده هموت وعايزه وبس. اروح. انت طبعا عارفين ست بيت، وراكي ولاد، وراكي بيت، وراكي جوزك، يعني انتي شايله البيت كله، فاهمين قصدي؟ هنا بقى كنت حطيت الخل والثوم دي الدقه كده بتاعت الفته. انا كمان هحط لها حبه صلصه بتبقى حلوه جدا. يعني الصلصه اللي انا حطيت منها للكوارع سبت منها حبه عشان احطهم عليها. عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه. تمام كده كنت خلصتها خلاص. كنت خلصت كمان الكوارع، خدتها وش كده. كنت حطها في الطاجن الصغير بس ما عليه، حصل خير. حاسه الطاجن دوت كبير قوي عليها. وهنا كمان كنت عملت الكوارع اللي هي برضو بالتقليه كده، والصوص كده حلوه جدا. كده كنت خلاص خلصت الاكل كله، ما غبتش فيه اصلا. هو الموضوع اصلا يعني انتي هتسلقي الكوارع، يعني الموضوع اصلا بسيط. خد جمالك والبصله تعالى طعمها عاوزاك. تحفه، مسكره.
اصلا البصل بالذات البصل الاحمر حلو جدا، وبيحلي يعني بيدي تيست حلو في الاكل. فعايزه اقول لكم كانت حلوه جدا واللهم بارك يعني. انا بقى اخدت كده حبه كوارع وهحطها، ودي الصغننه دي نقطعها كده بالمقص يا ماما هو يا الصغيره، ماما انت قلتي لي اصلا وبحطها بقى ايه على وش الفته كده للي عايز ياكل. تمام. انا عايزه اقول لكم اصلا اتبقى منها تعالي كده قربي احطها في الثلاجه لتاني يوم. ف ده يدغدغ. يعني الحمد لله. انا عايزه اقول لكم خدت معلقتين بس، معلقتين بالعدد كده بس عشان مش قادره. ممكن بقى ان اجري انا اجري ما اكلش بالكاميرا. مسبكات، ما اكلش حاجات فيها دسم يعني. انا حاسه بنفسي، حاسه المفروض اعمل كده عشان معدتي ما تتعبنيش يعني، مع اني اصلا مش بعمل اكل بدسم كتير والله اصلا. بس ما علينا. بصوا البصل مكرمل ازاي، طعمه تحفه تحفه شويه. اللي بيحب الكوارع هيحب الاكله دي جدا، اللي مش بيحب الكوارع طبعا دي حاجه شخصيه والاكل اذواق. انا هنا كنت خلصت خلاص كده الاكل خالص. عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه وكان حلو جدا. واتمنى والله يدوقوا الاكل يعني. بس اللي بيحب الكوارع هو اللي يعني هو اللي يحب الاكله دي. هنا بقى ايه بصراحه كان عندي حبه غسيل، قلت بقى كده ايه احطهم بسرعه كده في الغساله واخلص منهم. ايه انا كده كده هحطهم وانساهم، ما هي الغساله هتغسلهم وتخلصهم خالص. طبعا عايزه اقول لكم الواحد ما بيخرجش كتير، ف بزهق يعني. مع اني انا بيتوتية على فكره وبحب البيت جدا، بس برضو بحب ان انا يعني اخرج من وقت للتاني، يعني كل وقت كده احب ان انا اخرج كده ايه وهوي على نفسي يعني، فاهمين قصدي. بس معظم الوقت بحب ان انا اقعد في البيت، وبحب الهيصه واللمه والتجمعات وكده عادي يعني بحب كده. بس ساعات ما ببقاش حابه كده، ببقى عايزه ابقى مع نفسي، مش عايزه اتكلم مع حد اصلا. معرفش انا لوحدي كده ولا الناس كلها، مش عارفه يعني. اوقات ببقى حابه ان انا اتكلم مع الناس واحكي ومش عارفه ايه، واوقات تانية ببقى عايزه ابقى لوحدي مش عايزه اتكلم مع حد، او فاهمين قصدي ايه. بس هنا بقى ايه كانت الركنه دي هي بتتفرد كده تبقى سرير. تمام. انا بقى هنا كنت قفلتها لان ساعات بنقعدوا عليها. كان عندي بقى حبه غسيل كده في البلكونه، قلت اشيلهم بالمره اطبقهم واخلص منهم، عشان احنا اصلا ايه خلاص احنا خارجين. فقلت اخلصهم وكده هوت عشان احنا اصلا خارجين. بس كانت خروجه بجد بجد والله العظيم، مش عشان انا بحكي لكم لا، بس بجد كانت خروجه حلوه قوي. عارفين بقى كده جو حلو كده. دلوقتي بقى هتشوفوا معايا. هنا بقى قلت كده ايه حبه الغسيل دول اخدهم هطبقهم واشيلهم اخلص منهم كده، عشان ما بقاش ايه ورايا حاجه تاني، ابقى انا كده ايه خلصت. عايزه اقول لكم اي حاجه في البيت حتى لو قليله، لو ما خلصتهاش كده اول باول تحسي ان هي هتتكوم عليكي بقى. دي الحاجه دي مثلا الغسيل جنب، لو هتغسلي طبقين جنب تحسي ان الدنيا بقت كتير عليكي. فلا كده قلت اخلصهم كده ايه ونخلص، عشان ايه نبقى فاضيين يعني. عايزه اقعد بقى، عايزه اتفرج على حاجه، اقعد مع البنات نتكلم اي حاجه يعني. هنا بقى بدات ان انا ايه هطبقهم واخلصهم، عشان هنخرج خروجه في الجلد في الجلد. بجد كانت خروجه حلوه قوي. اتبسطت جدا بصراحه. اختي جت، اختي وجوزها جم من القاهره. اختي عايشه في القاهره، جم من القاهره وبنت خالتي وجوزها. وعايزه اقول لكم ان احنا اصلا في صله يعني. بنت خالتي واخده ابن خالي، واختي واخده ابن خالتي، بس انا اللي مش واخده من العيله. انا اللي مش واخده من العيله. ف يعني معظم العيله عندنا كده متجوزين من بعض. فانا قلت بقى اخلص الغسيل بسرعه، وعشان احنا خارجين والدنيا بقى ايه كده هتبقى حلوه ولذيذه. بجد كانت خروجه حلوه واتبسطت جدا بيها بصراحه. هو اي نعم تعبت هناك شويه ومعدتي قامت عليا تاني وتعبتني، مع اني عايزه اقول لكم انا ما اكلتش لاكلتي المعتاده. انا ما باكلش
بس برضو معدتي قامت عليا تاني ومغصت عليا. وعايزه اقول لكم والله بقوا عايزين، ابن خالتي يقول لي طب اجيب لك ينسون كافيتيريا، ابن خالتي التاني طب اجيب لك ايه، بس انا خلاص كنت جوزي طلع جاب لي من بره برشام للمعده، لو قولون يعني هديلي معدتي وكده. فالحمد لله يعني بقيت احسن شويه، بس قلت هروح لدكتور باطن احسن عشان اطمن يعني. بس فطبعا كانت خروجه حلوه. بصوا من وقت للتاني كده، حتى لو انت مش بتخرجي دايما، من وقت للتاني كده خروجي على قد ما تقدري. حتى لو اتمشيتي في الشارع اديك يعني قصدي احنا بقى الفيديو دي هنروح انا عايز مغطيك لازم يتقال. وبقول لك ايه، ده كان توب 1. كنا جايبين هنا، كنا جايبين بص هنا كبده بلدي، كبده وحمام وشبت مقلي. دي ملوكة بقى بتاكل ايه؟ والناس ملك وفرحانين بالمكان، فطبعا العشاء على التأسيس. هنا يجوا هنا حبيبات. والمكان اصلا اصل انت هتتفضح على النت سعيد. مش هيصة يعني. نوريني الدنيا. يا جدعان قاعده جميله جدا جدا جدا. محمد بوظوني للاخر. انا عم جيلك يا اسمك ايه يا ابني، انت مش بتشوفني حبة عيال مواليد ببشر شحطة. يلا يا رمضان عندها كام سنة؟ 11. يلا